النهاردة هنتكلم عن واحد من أشهر المكملات في عالم الفتنس، BCAAs. يا ترى إيه قصتها؟ أكيد سمعنا كلام كتير عن ال BCAAs، خسارة وزن، طاقة، عضلات. طب الكلام ده صح؟ طيب إيه هي بالظبط؟ دي أحماض أمينية أساسية الجسم مش بيعرف يصنعها ولازم ناخدها من الأكل. هما 3: ليوسين، أيزولوسين، وفالين، ودول أساسيين جدا لوظائف كتير في الجسم. تخيلوا بيشكلوا حوالي 35 ل 40% من الأحماض الأمينية الأساسية في عضلاتنا. عشان كده مهمين في الفتنس، ليهم دور كبير في عملية الاستشفاء العضلي وتقليل الإرهاق. يعني باختصار الكلام كله إنها بتبني عضلات، بتسرع الاستشفاء وبتعلي الأداء. وده يوصلنا للسؤال المهم، هل فعلا في احتياج لمكمل BCAA مخصوص؟ للشخص اللي بيتمرن 3 أو 4 مرات في الأسبوع الإجابة غالبا هتكون لا. طب الجسم بيحتاج قد إيه منهم في اليوم؟ تعالوا نشوف الأرقام. بشكل عام الاحتياج اليومي بيكون بين 10 و20 جرام. طيب إزاي ممكن نوصل للكمية دي؟ هل لازم مكمل؟ المفاجأة إن الإجابة أبسط بكتير، الإجابة موجودة في أكلنا الطبيعي. يعني مثلا فطار بيضتين، غدا 150 جرام فراخ، وبعدين سكوب واي بروتين. ببساطة مع أكل متوازن بنقدر نغطي احتياجنا اليومي من الBCC بسهولة. وهنا في تشبيه حلو قوي بيوضح فكرة المكملات عموماً. الكيكة هي الأساس، أكلنا، نومنا، تمريننا، والتحكم في التوتر. أما الكريزة فهي المكمل، مجرد إضافة بسيطة بتيجي بعد ما الأساس يكون مظبوط. يبقى السؤال في الآخر، تركيزنا على الكيكة ولا بنجري ورا الكريزة؟